يا جماعة إحنا عملنا كل اللي علينا. بنتكم جت وهي تعبانة، إحنا قدرنا ننقذها لكنها في غيبوبة ومحدش يعرف ممكن تقوم إمتى. مش أنا يا دكتورة، مش أنا اللي عملت فيها كده. أنا فعلا كنت عايزة أتجوز، بس سألت أبوها وقلت له هتقدر على شغل البيت وهتقدر على الغسيل والكنس والمسح. طب هتقدر على الخلفة؟ قال لي أيوة، قدها وأصغر منها وبيعملوا كده. قعدت تقول لي أنا عيلة صغيرة، لكن أصدقها ولا أصدق أهلها اللي قالوا لي إنها موافقة وعايزة تفتح بيت؟ شوفي بقى مين السبب في تعبها يا دكتورة. أنا ما كنتش أقدر أقول لأ يا دكتورة. حاولت أنصح أبوها وأوعيه لكن ما سمعش لكلامي. قال لي بنتي وأنا أدرى واحد بمصلحتها، أنتي هتفهمي أحسن مني. أنا كنت بدور على مصلحة بنتي، ما كنتش قاصد يحصل لها كده. أبويا وجدي وجدود جدودي عملوا اللي بعمله وأنا كنت بعمل زيهم. أعرف منين إنه غلط؟ ما هو كان طول عمره صح. مبروك يا ولاد ويا بنات. العرض حقيقي تحفة وكل الناس منبهرين بيه وبتمثيلكم. طبعا، وبالمخرجة اللي أخرجت العرض. حاسة كده إنهم هيعرضوا عليا مسلسل في رمضان، هبقى أفكر وقتها. مبروك يا نورة، مبروك لينا كلنا. الناس كانت منبهرة ومتأثرين قوي. يعني خلاص كده ممكن أكسب الأوسكار؟ الأوسكار دي جايزة للأفلام بس يا نورة، مش للمسرح. لكن مين عارف، ممكن بكرة تكوني مخرجة كبيرة وتعملي أعمال كبيرة. وريم كمان عملت دور هايل. أيوة صح، ريم كانت مقنعة قوي، ده كأنها دكتورة بجد. أنا واثقة إنك هتبقي ممثلة جامدة لما نكبر. شكراً ليك أنت يا نورة على الفرصة دي. تفتكري يا نورة العرض ده ممكن يخلي بابا يفكر تاني؟ أنا واثقة جدا، أنا حسيته اتأثر بالعرض. أتمنى، لأن دي آخر فرصة. إيه اللي مسهرك يا بابا؟ عادي، النوم ما جاش. وانتي؟ ينفع أتكلم معاك شوية قبل ما تنام؟ طبعا، اتكلمي. آه، إيه رأيك في العرض المسرحي؟ جميلة. انت عندك شك اني مش بحبك واني مش خايف على مصلحتك اكتر من نفسي وبفكر لمستقبلك. أنا متأكدة يا بابا من حاجة زي كده. بس الحق يا بنتي ان دي اول مرة احس اني فعلا ما فكرت الصح، اني فكرت في نفسي اكتر ما فكرت فيكي وانت عايزة ايه ومستقبلك ايه. انا بس كنت عايز، ولا اقولك خلاص مش مهم، اللي فات مات، خلينا في دلوقتي. قصدك إنك صرفت نظر عن موضوع الجواز؟ المرة اللي فاتت كنت هاخد القرار عنك، بس المرة دي مش هعيد نفس الموضوع. جميلة، أنا هسألك سؤال واحد وردك هيكون هو الحاسم. اسأل يا بابا. أنت حابة تكملي في موضوع الجواز ولا نأجله؟ أنا عمري ما شكيت لحظة إنك بتحبني وخايف عليا يا بابا. كل الحكاية إن أنا طول الوقت بفكر في مذاكرتي ومستقبلي وامتحاناتي ولعبي والكورة وأجازة آخر السنة، وفجأة لقيت إنه مطلوب مني في أقل من سنة أفكر في بيت وزوج وعيال وحياة تانية خالص. حياة يمكن أحبها لكن بعدين لما عقلي يفكر فيها ويتخيلها وأبقى عايزة فعلا أعيشها. خلاص، اعتبر الموضوع انتهى. ارجعي مدرستك وللكورة ولأصحابك لحد ما النصيب يوصل في ميعاده. مش مهم بقى يوصل بدري ولا متأخر، المهم وقتها تبقي جاهزة لده.